السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم مطبخ فيري. هنعمل النهاردة وصفة سهلة وجميلة. هنعمل الشيش طاووق بتتبيلة الخطيرة بتاعته. كلكم ان شاء الله لو حد ما بيعملش التتبيلة دي جربوها بطريقتها تعجبكم جدا. التتبيلة الأصلية بتاعت الشيش طاووق ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. زي ما انتم شايفين هو ده الشيش طاووق بتاعي اهو، زي ما انتم شايفين شكله اهو، شكله جميل جدا يفتح النفس، وريحته طبعا وطعمه احلى واحلى. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. يلا بس معايا جربوا طريقتي وامشوا بمقاديري وحطوا نفس التتبيلات اللي بنحطها وان شاء الله يطلع معاكم زي الفل. يلا مع بعض نشوف طريقتنا ونشوف المقادير اللي هنعمل بيها الشيش طاووق النهارده. ودي بقى يا حبايبي ايه المقادير اللي هنعمل بيها الشيش طاووق. زي ما انتم شايفين اول حاجه معايا بصل مفروم ناعم. انا هعمل بس كميه عشان خاطر ايه الزياده هشيله في التلاجة يبقى جاهز عندي. خلاص يبقى اول حاجه بصل مفروم ناعم. بعد كده عندي بقى شرائح بصل وفلفل وطماطم اكون شايله منها اللي هو القلب عشان ما يبقاش فيه ميه، ومقطعهم شرايح بالمنظر ده كده. كمان معايا بقى التوابل والبهارات بقى بتاعتي. زي ما انتم شايفين معايا ملح، معايا 7 بهارات، معايا معايا بابريكا، معايا كمون، معايا بودر توم على بصل، معايا دي بهارات شوي، وده كاري وفلفل اسمر وشويه كزبره ناشفه. دي البهارات والتوابل اللي انا بحتاجها للشيش طاووق. وزي ما انتم شايفين كمان معايا كوبايه زبادي بلدي. خلاص كده يا حبايبي اول حاجه بقى هعملها هجيب البوله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بالبصل اللي عندي اللي انا فرماه، وهنزل كمان بكوبايه الزبادي اهي. ادي كوبايه الزبادي. وبعد كده هنزل زي ما انتم شايفين بالتوابل والبهارات اللي عندي كلها. خلاص كده هقلب بقى كل التتبيله دي كده مع بعضها. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين التتبيله كتيره لان انا هشيل منها، مش هعملها طبعا كلها لان دي كتيره جدا. ومجهزه بقى كمان زي ما انتوا شايفين دوت كيلو صدور فراخ. انا قطعتها مكعبات بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بصوا بالشكل ده تقطعيها كده مكعبات، شايفين اهي. بصوا مكعبات، عايزه تكبري عن كده براحتك، دي حاجه بقى بترجع لك انت. خلاص هنقلب بقى التتبيله دي كويس قوي مع بعض. وكمان بقى بعد ما قلبناها كده هنحط لها حوالي معلقه خل كبيره. زي ما قلت لكم اي حاجه فيها لحوم او فراخ بحب دايما احط لها معلقه الخل دي اهي زي ما انتم شايفين. وممكن تبشري طماطمايه. خلاص ادي التتبيله بتاعتي جهزت. هبتدي بقى اشوف هعمل ايه بعد كده. طبعا زي ما انا قلت لكم ان التتبيله عندي كتيره، فانا طبعا هشيل بقى جزء منها احطه كده في التلاجة في كيس او في علبه تكون بغطا كده محكمه، او ممكن كيس لو عايزه تحطيه في ما ياخدش مساحه عندك عشان ما تبقاش كتيره. ولو احتجت عوز ادينا اهوت خليت كده اهوت كميه اهي. خلاص هنزل بقى بالفراخ بتاعتي اللي انا غسلاها ومصفياها. طبعا كنت نقعاها في الخل والملح والليمون، وبعد كده غسلتها وشطفتها كويس ورجعت صفيتها في المصفى زي ما شفتوا اهي. قلبتها في التتبيله ديت. ممكن احط لها معلقه كمان اهي. وبعد كده هجيب بقى المقادير اللي عندي اللي هي الطماطم والفلفل والبصل، وهحط كله معاه كده عشان كله ياخد نفس طعم التتبيله. ولما احطهم في عصايه الشيش طاووق مع الفراخ التتبيلات دي كمان تبقى الخضار ده يبقى طعمه كمان ريحه التتبيله بيبقى ريحته وطعمه جميل جدا جدا جدا. اهو شايفين ما شاء الله بقى، شايفين شكلها. بصوا التتبيله ما شاء الله مغرقاها ازاي اهو، شايفين اهو التتبيله مغرقاها من كل ناحيه زي ما انتوا شايفين اهو. وهحطها بقى في التلاجة او ممكن تسيبيها على الرخامة لمدة مثلا 3 ساعات كده او 4 ساعات على حسب بقى ما انت عاملاها. وساعة ما تيجي بقى ايه تعمليها للاكل تبتدي بقى ايه تحطيها في عصاية الشيش طاووق وتجهزيها. طبعا انا لسه متبلاها اهو، فهسيبها بقى لحد ما اجي ابتدي اجهز غدايا. وزي ما قلت لك حطيها في التلاجة او ممكن تسيبيها بره براحتك
خلاص لحد بقى ما تتبل كده وتقعد في التتبيله مش اقل من 3 4 ساعات، وهوريكم بعد كده هنعمل ايه. يا حبايبي بقى الشيش طاووق اهو بعد ما سبته طبعا في التتبيله لحد ما اتبل وخد الريحه بقى بتاعه البهارات والتتبيله الجميله دي. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هنبتدي بقى نيجي كده ايه نجيب بقى القطع الفراخ بتاعتنا، ونكون مجهزين عصايات الشيش طاووق زي ما انتم شايفين كده اهي، ونبتدي بقى ايه ندخل بقى فيها نبتدي ندخل فيها الحشو بقى بتاعنا اهوت الخضار والحاجات بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده اهو كده اهو. تدخلي من كل حاجه حاجه لحد ما تملي العصايه بتاعتك كده اهو. تفضلي بقى تملي العصايه بالشكل ده لحد ما تتملي معاكي للاخر. عايزه اقول لكم ريحته تحفه، يعني الواحد بصوا لسه بعمله اهو وريحته خلاص بصراحه فظيعه. ودي احلى تتبيله للشيش طاووق، تحط لها كل التتبيله والبهارات اللي احنا حطيناها دي، تضمني ان انت تاكلي شيش طاووق احلى من اللي تاكليه كمان بره في المحلات. زي ما انتوا شايفين ايه ده اهي عصايه الشيش طاووق اهي كملت معايا بالشكل الجميل ده. اكون بقى مجهزه الصينيه بتاعتي اهي وارص بقى فيها بالشكل ده. خلاص كده واعمل لكم واحده تانية اهو. بنجيب مكعب الفراخ وندخله بالشكل ده اهو كده. عايزه اقول لكم طعم الخضار دوت بقى لما بيشوي كمان مع الفراخ بيبقى طعمه تحفه تحفه. انا بحبه قوي على فكره، بحب اكله جدا. ولو حد مثلا من عيالي مش عايزه بقعد اخده منه اهو. الموضوع سهل جدا. وادي حبايبي اهو تاني واحد اهو عملته زي ما انتم شايفين. بصوا الشكل شايفين جميل جدا. عايزه اقول لكم لسه بقى لما بيستوي بالتتبيله بيبقى طعمه تحفه تحفه. وادي الصينيه والرز برده فيها، واكمل بقى كل اللي قدام المجموعه كلها واوريها لكم اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين خلصت الكميه اهي كلها اهيت زي ما انتم شايفين شكلها جميل ازاي. بصوا شكلها يفتح النفس. فضل معايا شويه تتبيله كده في الطبق رشيتهم على الوش زي ما انتم شايفين. خلاص بقى كده خلصتها اهي. بقى هبتدي بقى انا هشويها في الفرن، مش هعملها على الشوايه. خلاص مره بقى تاني هبقى اعملها لكم على الشوايه واوريها لكم. هجيب بقى الزيت بتاعي بصوا واديها رشه كده صغيره اهي، تلميعه بس كده من على الوش اهي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. خلاص كده وهدخلها بقى. انا بولع عليها الشوايه، ولما بلاقي الوش احمر ببتدي اقلب العصايات الشيش طاووق على الناحيه التانية لحد ما بتاخد معايا وش من الناحيتين. هخلصها بقى ان شاء الله واوريها لكم لما تخلص هيبقى شكلها عامل ازاي. واهو يا حبايبي الشيش طاووق بتاعي بعد ما خرجته من الفرن زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله. شايفين شكله جميل جدا ازاي، شكله يفتح النفس حلو قوي. وعايزه اقول لكم ريحته خطيره اهو. جميل جدا زي ما شايفين اهوت السوا بتاعه اهو شايفين
اهو يا حبايبي، جميل جدا وريحته جميله قوي قوي قوي. اهو بقى يا حبايبي تقدري تقدمي بقى معاه زي ما انتم شايفين. انا مقدمه معاه رز اصفر اهوت بالكاري، ومقدمه سلطه طحينه زي ما انتم شايفين اهي، وتقدمي مخلل اهو البلدي بتاعنا الترشي، انا عملته معاكم في القناه قبل كده اهوت. وبكده تبقي مقدمه وجبه متكامله وجميل جدا، وزي ما قلت لكم طعمه حلو قوي قوي قوي، هيعجبكم جدا الشيش طاووق ان شاء الله. نفسي كلكم كده تجربوه، تقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، ومستنيه بقى ردكم عليا في التعليقات ان شاء الله. ما تنسوش بقى، لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب في القناه، واستنوني ان شاء الله في وصفه جديده مع وصفات مطبخ فاري.